خطفت الراجل من مراته وعياله الأربعة وخربت بيتهم. ده اللي اتقال عن النجمة ياسمين عبد العزيز سنة 2001 لما الجمهور اتفاجئ بجوازها من رجل الأعمال محمد حلاوة. ورغم ان ياسمين حاولت تحافظ على خصوصية حياتها مع حلاوة، لكن وقتها اتعرضت لهجوم كبير جدا، واتقال ازاي توافق انها تكون الزوجة التانية وكمان تاخد الراجل من مراته وعياله. بصراحة ياسمين اتجاهلت كل اللي اتقال ونجحت انها تعيش حياة سعيدة مع جوزها وخلفت منه ولد وبنت. بس الناس كلها اتفاجئت بطلاقها سنة 2017، يعني بعد 17 سنة تقريبا، وبعدها بكام سنة قدرت انها تتخطى صدمة الانفصال ووقعت في حب أحمد العوضي. قولولنا بقى مين لايق عليها أكتر؟